بتبدأ قصتنا في أرض معركة ضخمة. في واحد لسه عايش بالعافية، باين عليه خلاص هيموت. بيبص حواليه بحزن ويهمس: الكل مات. فجأة بيسمع صوت غريب بيقول: ما كنتش متخيل يبقى في بشري بالقوة دي. بيبص في اتجاه الصوت وبيقول بغضب: انت لسه عايش؟ اللي قدامه بيطلع واحد من العمالقة اللي هجموا على الإمبراطورية، اسمه أهايوت. العمالقة دول بدأوا الحرب ضد الإمبراطورية من 20 سنة، ولسه محدش عارف سببهم لحد دلوقتي. بطلنا بيقول له بغضب: بسببك نص الإمبراطورية ماتت. العملاق بيرد بهدوء: ما تقلقش، مش هعيش لفترة طويلة. البطل بيكمل بسخرية: كويس، بما إن أصحابك ماتوا هم كمان. العملاق بيبص له باستغراب ويقول: أصحاب؟ البطل يرد بابتسامة خفيفة ويقول: الاتنين اللي جم معاك، واحد اتحرق من التنين والتاني اتختم للأبد، فهمتني يا وغد؟ يضحك العملاق بسخرية ويقول: انت نسيت اننا بنتشارك الحواس؟ عارفين ان اللي قتلوهم ماتوا هم كمان. الأقوياء زيكم خلاص ملهمش وجود، وانت كمان وقتك قرب يخلص. وبيكمل بصوت مرعب: لو كنت اتدربت بدري شوية كنت ممكن تبقى عقبة قدامنا، بس خلاص، علمك كله هيتبلع بالنور قريب. وقبل ما يكمل، البطل يهاجمه بفجأة ويقطع راسه بضربة واحدة من هي حياته. بيبص بعدها على جثث أصحابه حوالينه وبيتنفس بصعوبة وهو بيقول: جيتوا هنا فاكرين نفسكم أقوياء؟ كان المفروض تهربوا. بيقع على ركبته حاسس إن أنفاسه بتتقطع، مستسلم للموت. بس فجأة بيسمع صوت حد قريب بيقول: في حد هنا؟ بيرفع راسه بصعوبة، ولما بيشوف صاحب الصوت بيتفاجئ. الصوت ده كان للقائد الأعلى أديشان. بيبتسم وبيقول: انتي لسه حية؟ بس بيقف كلامه لما بيشوف حالتها الصعبة. بيقول لها باستغراب: ده حصل ازاي؟ ما بتردش، وبصوت ضعيف بتسأله: أهايوت مات؟ بيهز راسه بالإجاب. فبتبتسم أديشان وبتهمس بشكر: شكرا إنك قتلته. بس بطلنا بيقاطعها وهو بيتنفس بصعوبة: أنا عندي طلب. بتبصله فيكمل: عاوز تعتني بالجنود النظاميين، عاوز معاملتهم تبقى أحسن. دول كانوا الفرقة اللي أنا قائدها، يمكن ضعاف بس دخلوا الحرب عشاني. بتقطع أديشان بهدوء وهي بتقول: من الأفضل إنك أنت اللي تحقق الطلب ده بنفسك. وساعتها بطلنا بيكح دم وبيسقط على الأرض. بيقول لها وهو بيحاول يبتسم: شكلي هموت في أي وقت. أديشان تسأله: لو نجيت كنت هتعمل إيه؟ بيرد وهو بيضحك بسخرية: كنت عاوز أعمل حاجات كتير، بس اللي في دماغي دلوقتي إني كنت عاوز أعرف شعور الأكاديمية، كانت أمنية أختي إن أدخلها. يضحك ضحكة مكسورة ويكمل: بس خلاص هشوف عيلتي قريب. بتقول له أديشان بسرعة: لو استنيت شوية فريق البحث جاي. بس بيقطعه وهو بيهز راسه: مفيش داعي الكلام عن الحاجات التافهة دي. وفجأة السما بتنور والمطر بينزل والأرض كلها بتتهز مرة واحدة. بيرفعوا نيوم فوق ويتجمدوا من الرعب. ايه ده؟ 8 أجنحة؟ وكمان في منهم كتير. العمالقة دول جم منين؟ أديشان بتقول بصوت مرعوب: مستحيل، ما كانوش 3 بس. وبتبتلع ريقها وهي بتهمس بخوف: في النهاية ما عرفتش أنقذ العالم للمرة التالتة. بس صوت بطلنا بيقطع صدمتها: أديشان بتعملي إيه؟ بسرعة استخدمي التحريك الذهني واحدفيني لفوق، مش هعرف أقاتلهم وأنا على الأرض. بتبصله بدهشة: هتقاتل بالحالة دي؟ بيرد بعزم: أكيد مش هستنى الموت، وحتى لو هموت لازم أخلي الملاعين دول يعانوا. أديشان تبصله لحظة وتهمس لنفسها: لسه ما استسلمش. أيوة، هو ده. وبتحط إيديها على كتفه وبتقوله: عريف رونان. بيقول لها بسرعة: ده مش وقت كلام. بس قبل ما يكمل هي بتقرب منه أكتر أم... بتأكله حاجة غريبة. بيقول بطلنا: إيه ده؟ ممكن بتقول له حاجة بصوت واطي مش مسموع. بيستغرب بطلنا وبيقول: انت بتعملي ايه في الوضع ده؟ بس هي بتتجاهله وبتكمل: عريف رونان، لو اتقابلنا تاني قول لي اني كنت خياطة. جربت حاجات كتير بس دي اكتر واحدة كنت بحبها. وقبل ما تكمل ينزل العملاق من فوق والمكان كله ينفجر في لحظة. بعدها بطلنا بيفتح عينيه وهو مرعوب وبيصرح: أديشان. بيبص حواليه بارتكاب وبصوت مبحوح بيقول:
المكان ده نيمبيوتين موطني. بعد شوية بطلنا بيفهم اللي حصل وبيفتكر كلمات القائد الأعلى اللي استخدمته. دي كرة إعادة الزمن. بالطريقة دي قدرت أرجع بالزمن 3 مرات، بس الكرة دي فاضل ليها مرة واحدة بس، وفقا إنك المرة دي هتنقذ العالم من العمالقة. وآخر حاجة قالتها له: لو عاوز تتعلم روح أكاديمية فيليون، ولو شفتني تاني قولي ما عملتش حاجة غبية وفضلت خياطة. بيرجع المشهد لبطلنا اللي بيخبط راسه في شجرة وبيقول: أرجوكي استيقظي، حتى لو رجعتي لي هعمل ده كله لوحدي. بس بعدها بياخد نفس طويل وبيفكر: ده الماضي، يعني ممكن أشوف أختي الكبيرة تاني. وهو راجع البيت بيشوف شوية عيال متنمرين على طفل، ولما يركز بيلاقيهم معلقينه في شجرة بسحر مش بحبال. بيقول لنفسه باستغراب: السحر نادر جدا ومستحيل حد يستخدمه في المكان ده. بس لأ، أنا متأكد الشخص ده هنا. ننتقل للساحرة اللي واقفة مع المتنمرين، وهي دي اللي كان يقصدها بطلنا. بتقول لنفسها: هيفضلوا يعملوا فيه كده لحد إمتى؟ افرض حصل له مكروه. الولد المعلق بيصرخ بخوف: أرجوكوا معياش فلوس، اللي في جيبي ده علاج أمي. المتنمر يضحك بسخرية ويقول له: وأنا مالي بأمك، هاخد اللي معاك كده كده، لو كنت بار بأمك بجد كنت لقيت فلوس أكتر. وبيبدأ يضربه لحد ما الولد يغمى عليه. بيبص للساحرة ويقول لها ببرود: ارفعيه فوق الشجرة أكتر. الساحرة تقول لنفسها بقلق: لو رفعته أكتر سحري هينتهي. بس المتنمر يقاطعها بعصبية: هي أنت اللي متعلقة ولا إيه؟ اخرسي وارفعيه قبل ما أعلقك معاه. الدموع بتنزل من عينيها وهي بتهمس لنفسها: أنا ليه اتعلمت السحر أصلاً؟ كنت بس عاوزة أثبت إني بعرف أعمل حاجة. كان المفروض أقول لهم إني مش هقدر، بس أنا خايفة. وبتاخد نفس وتقول بصوت مرعوب: أرجوكوا توقفوا. بس قبل ما تكمل بطلنا بينزل عليه بعصاية فوق راس الساحرة. السحر بيقف والولد المعلق بيقع على الأرض. المتنمر بيبص له متعصب وبيقول له: أنت عملت إيه؟ هتقف عشان الواد ده؟ أنت شايف الموضوع مضحك؟ الساحرة تقول بخوف: أنا ما عملتش ده عمد. بس بطلنا بيقاطعها وهو باصص ناحية المتنمر: أسيل، بطلي قلق من الحسالة دول وتكلمي معايا أنا. الساحرة تتفاجئ وتقول: رونان. المتنمر يقول وهو بيقرب: رونان بتتجاهلني ليه يا كبان؟ بس رونان ما بيردش عليه، ويبص لأسيل ويسألها: اتعلمت السحر فين؟ ترد بتوتر: من كتاب خدته من بائع متجول. رونان يتصدم ويقول: ايه البراعة دي؟ بس قدام العمالقة مش هينفع كده. المتنمر يطلع سيفه بغضب وبيقول: انت بتتجاهلني عشان خسرت أصدق قدامي في القتال اللي فات؟ النهارده السلوك ده هيتغير. ويهجم على رونان. رونان يبص له بثبات ويقول: سيف حقيقي، جابه منين الأحمق ده؟ ويكمل بهدوء: هجومه مليان ثغرات، مش هينفع ضدي. يتفادى الضربة بسهولة ويفكر: فقدت قوتي، بس الخبرة اللي اكتسبتها لسه موجودة. المتنمر يضحك: كنت هخليك مش عارف تمسك معلقة طول عمرك. رونان يرد بابتسامة خفيفة: ممكن، بس النهاردة أنا محظوظ رغم إن حياتي كلها كانت تعيسة. المتنمر يرفع سيفه ويقول: اركع، ممكن أفكر أعفو عنك، غير كده هتموت. رونان يرد بلا مبالاة: أنا خايف جدا فعلا. المتنمر يضحك بخبث ويقول: بعد ما تموت هتأكد إن أختك تعامل كويس. رونان يضيق عينه ويقول: أختي؟ أنت بتقول أختي؟ المتنمر يضحك وهو بيوصف جسمها قدامه، بس قبل ما يكمل رونان بيكون قطع ودنه: ما هو بصراحة أنت زودتها. لا، دي من عندي عادي. رونان عروقه بتزهر وصوته بيبقى مرعب: أنت عاوز تموت؟ بس كده. لو عجبتك القصة اعمل لايك واشتراك واستنى الجزء الجاي.